صباح الخير. النهاردة هنكمل مع بعض قراية كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة، ودي الحلقة رقم 8، وإحنا مكملين مع بعض الفصل الخامس. الحلقة اللي قبليها ابتدينا فيه والنهاردة هنكمله، وأول عنوان هنقراه في حلقة النهاردة هو قاموس المفردات الزهرية أو المريخية. لو مش فاهمين القاموس ده، فالقاموس ده كان متمهد ليه في الحلقة اللي فاتت، وهي الحلقة اللي فاتت أصلا 9 دقايق بالمقدمة والخاتمة، فيعني قصير جدا، فتقدروا تسمعوه قبل ما نبدأ الحلقة دي علشان تكونوا فاهمين الحلقة أكتر ومستمتعين كمان. يلا بينا نبدأ مع بعض قراية بدون كلام كتير. عنوان جانبي: قاموس المفردات الزهرية أو المريخية. جملة نحن لا نخرج أبدا حين تترجم على القاموس المريخي تعني أشعر برغبة وعمل شيء ما سويا. نحن دائما نقضي وقتا ممتعا وأحب أن أكون معك. ما رأيك؟ هل تأخذني للعشاء خارج المنزل؟ لقد مرت عدة أيام منذ خرجنا. من دون هذه الترجمة، عندما تقول امرأة نحن لا نخرج أبدا، ربما يشعر الرجل إن هي بتقوله أنت لا تقوم بواجبك، يا لخيبة الأمال فيك. نحن لم نعد نقوم بشيء معا أبدا لأنك كسول وغير رومانسي وممل. وكمان الجملة بتاعت الكل يتجاهلني حين تترجم المريخية تعني اليوم أشعر بأنني متجاهلة وغير معترف بي. أشعر وكأن أحدا لا يلحظ وجودي. أنا بالطبع متأكدة أن البعض يلحظ وجودي، ولكن لا يبدو أنهم مهتمون بي. أظن أنني أيضا محبطة لأنك كنت مشغولا جدا في الآونة الأخيرة. إنني ممتنة حقا للجهد الذي تبذله، وأشعر أحيانا كأنني لست مهمة بالنسبة لك. أخشى أن عملك أكثر أهمية مني. هل لك أن تضمني وتخبرني كم أنا عزيزة عليك؟ من دون هذه الترجمة، حين تقول المرأة الكل يتجاهلني، ربما يسمع الرجل إن أنا تعيسة جدا، إنني حقا لا أستطيع الفوز بالانتباه الذي كنت أحتاج إليه. كل شيء يدعو إلى اليأس تماما. حتى أنت لا تلحظ وجودي، وأنت الشخص الذي يفترض فيه أن يحبني. يجب أن تخجل، إنك غير ودود تماما. أنا لا يمكن أن أتجاهلك بهذه الطريقة. إنني متعبة للغاية ولا أستطيع عمل أي شيء. حين تترجم إلى المريخية تعني لقد كنت أقوم بعمل كثيرا اليوم. إنني بحاجة إلى راحة قبل أن أستطيع القيام بأي شيء آخر. إنني محظوظة لأني أتلقى مساندتك. هل لك أن تضمني وتؤكد لي بأنني أؤدي عملا جيدا وإنني أستحق أن أخذ راحة؟ من دون هذه الترجمة، عندما تقول المرأة إنني متعبة للغاية ولا أستطيع عمل أي شيء، ربما يسمع الرجل إن أنا أقوم بكل شيء وأنت لا تعمل شيئا. يجب أن تقوم بعمل أكثر. أنا لا أستطيع عمل كل شيء. إني أشعر بيأس شديد وأريد رجلا حقا أعيش معه. لقد كان اختياري غلطة كبرى. وبعد كده في جملة كمان زي أريد أن أنسى كل شيء. لما بتترجم إلى المريخية تعني أريدك أن تعرف بأنني أحب عملي وحياتي، ولكنني اليوم مثقلة للغاية. أتمنى أن أعمل شيئا معززا حقا لنفسي قبل أن أعود إلى مسؤولياتي مرة أخرى. هل لك أن تسألني ما الأمر؟ ثم تستمع إلي بتعاطف دون أن تقدم إلي حلول. أريد فقط أن أشعر بأنك مهتم ومتفهم للضغط الذي أشعر به. إن ذلك سيجعلني أشعر بتحسن أكثر. إنه يعني علي الاسترخاء، وسأعود غدا إلى تولي مسؤولية معالجة الأمور. من دون هذه الترجمة، حين تقول المرأة أريد أن أنسى كل شيء، ربما يسمع الرجل
على أن أقوم بالكثير والذي لا أرغب القيام به، إنني تعس معك، وفي علاقتنا أريد شريكا أفضل يجعل حياتي أكثر إشباعا. إنك تقوم بعمل فظيع. وجملة كمان زي هذا المنزل دايما غير مرتب، حين تترجم إلى المريخية تعني إن أشعر اليوم بأنني أرغب في الراحة، ولكن المنزل غير مرتب تماما. أنا محبطة وأريد الراحة. أتمنى أن لا تتوقع مني أن أقوم بتنظيفه كله. هل توافقني بأنه غير مرتب ثم تقدم لي يد العون بترتيب جزء منه؟ من دون هذه الترجمة، حين تقول امرأة هذا المنزل دائما غير مرتب، ربما يسمع الرجل هذا المنزل غير مرتب بسببك أنت. إنني أعمل كل شيء ممكن لتنظيفه، وقبل أن أنتهي تفسد ترتيبه مرة أخرى. أنت قذر كسول ولا أريد العيش معك إلا أن تتغير أو انصرف. وكمان جملة لا أحد ينصت إلي، حين تترجم إلى المريخية تعني أنا أخشى أن أسبب لك الملل، أخشى إنك لم تعد راغبا بي، ويبدو أنني اليوم حساسة جدا. هل لك أن تمنحني انتباها خاصا؟ أتمنى ذلك. لقد كان يوما متعبا، وأشعر كما لو أن لا أحد يريد أن يسمع ما أريد قوله. هل لك أن تسمعني وتستمر في سؤالي أسئلة تدعيمية مثل ماذا حدث اليوم؟ وماذا حدث أيضا؟ وكيف كنت تشعرين؟ وماذا كنت ترغبين؟ وكيف تشعرين خلاف ذلك؟ شجعني أيضا بقول عبارات حنان وعرفان وتأييد، مثل اخبريني أكثر، أو هذا صحيح، أو أعرف ما تعنين، أو فهمت، أو أستمع فقط. وبين حين وآخر تفوه حين أتوقف بأحد هذه الأصوات الطمأنينة، مثل هو وها. ملاحظة لم يسمع أهل المريخ قد تلك الأصوات قبل أن يصلوا إلى الزهرة. من دون هذه الترجمة، حين تقول امرأة ما لا أحد ينصت لي، ربما يسمع الرجل أن أعيدك انتباهي لكنك لا تنصت إلي. لقد اعتدت على هذا. لقد أصبحت شخصا مملا جدا. أريد شخصا مثيرا وممتعا، وأنت بكل تأكيد لست ذلك الشخص. لقد خيبت ظني. أنت أناني وغير ودود وسيء. وفي جملة كمان لا شيء يسير بصورة حسنة، حين تترجم إلى المريخية تعني أنا اليوم مثقلة للغاية، وأنا ممتنة جدا لأنني أستطيع أن أشاركك مشاعري. إن هذا يساعدني كثيرا لكي أشعر بتحسن. اليوم يبدو إنه لا شيء أقوم به وينجح. أعلم هذا ليس صحيحا، لكني بكل تأكيد أشعر هكذا عندما أصبح مثقلة بكل الأشياء التي لا يزال علي القيام بها. هل لك أن تضمني وتخبرني بأنني أقوم بعمل عظيم؟ هذا سيجعلني بكل تأكيد أشعر بتحسن. من دون هذه الترجمة، حين تقول امرأة لا شيء يسير بطريقة حسنة، ربما يسمع الرجل أنت لا تقوم بعمل صحيح أبدا. أنا لا أستطيع أن أثق بك ولو إنني لم أستمع إليك لما كنت في هذه الورطة. ربما كان غير قادرا على إصلاح الأوضاع، ولكنك زدتها سوءا. بعد كده الجملة اللي بعديها أنت لم تعد تحبني، حين تترجم إلى المريخية تعني اليوم أشعر كما لو إنك لا تحبني. أخشى إنني قد أبعدتك. إنني أعلم بأنك تحبني حقا وتقوم بالكثير من أجلي. إنني اليوم أشعر فقط بشيء من عدم الأمان. هل لك أن تعيد لي الاطمئنان على حبك وتهمس لي بالكلمتين السحريتين أنا أحبك؟ فحين تفعل يكون لها وقع رائع. من دون هذه الترجمة، حين تقول امرأة
أنت لم تعد تحبني. ربما يسمعها الرجل: لقد أعطيتك أفضل أيام عمري وأنت لم تعطيني شيئا واحدا. لقد استعملتني. أنت أناني وبارد. أنت تعمل ما تريد. أنت تعمل من أجل نفسك ونفسك فقط. أنت لا تهتم بأي أحد. لقد كنت غبية إذا أحببتك وأنا الآن لا أملك شيئا. وكمان في جملة نحن دائما في عجلة من أمرنا، حين تترجم إلى المريخية تعني أشعر اليوم بأنني مدفوعة، أنني لا أحب الاستعجال. أتمنى لو أن حياتنا ليست بهذه العجلة. أعلم أن هذا ليس خطأ أحد ولا ألومك بكل تأكيد. أنا أعلم أنك تبذل قصارى جهدك لنصل في الوقت المحدد، وإني ممتنة حقا لاهتمامك. هل لك أن تتعاطف معي وتقول شيئا مثل الاندفاع هنا وهناك صعب حقا. أنا كذلك لا أحب الاستعجال دائما. من دون هذه الترجمة، حين تقول امرأة ما نحن دائما في عجلة من أمرنا، ربما يسمع الرجل: أنت حقا غير قادر على تحمل المسؤولية. إنك تنتظر حتى آخر لحظة لعمل كل شيء. إنني لا يمكن أن أكون سعيدة عندما أكون معك. نحن دائما نستعجل لنتفادى أن نكون متأخرين. أنت تفسد الأمور في كل مرة أكون معك. إنني أكون سعيدة للغاية عندما أكون قريبة منك. الجملة اللي بعدها أريد رومانسية أكثر، حين تترجم إلى المريخية تعني حبيبي لقد كنت تعمل بجد في الفترة الأخيرة. دعنا نأخذ بعض الوقت لنفسنا. إنني أرتاح عندما نستطيع أن نكون في حالة استرخاء ونكون وحدنا دون أن يكون الأطفال حولنا ولا ضغوط عمل. كم أنت رومانسي. هل لك أن تفاجئني ببعض الظهور في وقت قريب وتأخذني في سهرة خارج المنزل؟ أنا أحب أن أدلل. بدون هذه الترجمة، حين تقول امرأة أريد رومانسية أكثر، ربما يسمع الرجل: أنت لم تعد تشبعني. إنني لا أتجاوب معك. إن مهاراتك الغرامية غير ملائمة. بكل تأكيد أنت لم تكن مشبعا أبدا لي. وبعد استعمال هذا القاموس لعدة سنوات، لن يحتاج الرجل إلى تناوله في كل مرة يشعر فيها بأنه تحت طاولة اللوم أو الانتقاد. إنه يبدأ بفهم كيف تفكر النساء وكيف يشعرن، ويتعلم أن هذه الأنواع من المفردات المثيرة يجب أن لا تؤخذ حرفيا. إنها فقط الأسلوب الذي تعبر به النساء عن مشاعرهن بطريقة تامة. هذا الأسلوب المتبع على سطح الزهرة، وسكان المريخ يحتاجون إلى أن يتذكروا ذلك. بعد كده عنوان جانبي تحت عنوان عندما لا يتحدث أهل المريخ. إن أحد التحديات الكبيرة للرجال هو التأويل الصحيح ومساندة المرأة عندما تتحدث عن مشاعرها. وأكبر تحدي للمرأة هو التأويل الصحيح ومساندة الرجل عندما يمسك عن الحديث. فالنساء يسيئون تفسير الصمت بسهولة، ويحدث كثيرا أن يتوقف الرجل فجأة عن الحديث ويصبح صامتا. لم يكن هذا معروفا على سطح الزهرة. تظن المرأة في البداية أن الرجل أخرس، تظن أنه ربما لا يسمع ما يقال ولهذا لا يستجيب. إن الرجال والنساء يعالجون المعلومات بطريقة مختلفة جدا. فالنساء يفكرون بصوت مرتفع ويشاركون المستمع المهتم في عملية الاستكشاف الداخلي. حتى اليوم كثيرا ما تكتشف المرأة ما تريد أن تقوله من خلال عملية التحدث فقط، وعملية السماح للأفكار بالتدفق بحرية والتعبير عنها بصوت مسموع يساعدها على الوقوع على حدسها. هذه العملية طبيعية تماما وضرورية بشكل خاص أحيانا، لكن الرجال يعالجون المعلومات بطريقة مختلفة جدا.
إنهم قبل أن يتكلموا أو يجيبوا يقلبون الأمر بصمت أولا أو يفكرون فيه سمعوه أو خبروه، ويقومون داخليا وبصمت بتخمين الجواب الأصح أو الأكثر نفعا فيهم، ويشكلون داخليا أولا ثم يعبرون عنه. هذه العملية قد تستغرق دقائق أو ساعات، ولجعل الأمور أكثر إرباكا للنساء فإنه إذا لم يكن لديه معلومات كافية لمعالجة الجواب فلربما لا يستجيب الرجل بتاتا. والنساء يحتاجن إلى أن يفهمن إنه حينما يكون الرجل صامتا فإنه لا يقول لا أدري بعد ما أقول لكني أفكر في الأمر، إنما يسمعني بدلا من هذا هو أنا لا أجيبك لأنني لا أهتم بك وسأتجاهلك، إنما قلت لي غير مهم ولهذا أنا لا أستجيب. بعد كده عنوان جانبي بعنوان كيف يكون رد فعلها على صمته. النساء يسيئن تفسير صمت الرجل واعتمادا على ما تشعر به ذلك اليوم. ربما تبدأ المرأة تتخيل الأسوأ تماما، إنه يكرهني، إنه لا يحبني، إنه سيتركني إلى الأبد، وهذا ربما فجر حينئذ أعمق مخاوفها، وهو أخشى إذا هجرني أن لا يحبني أحد إلى الأبد وأنا أستحق الحب. حين يكون الرجل صامتا يكون من السهل على المرأة أن تتخيل الأسوأ، لأن الأوقات الوحيدة التي تكون المرأة فيها صامتة هي عندما يكون ما تقول مؤلما أو عندما لا تريد التحدث إلى شخص لأنها لم تعد تثق به ولا تريد أن يكون لها أي شأن به. لا عجب أن تصبح النساء غير آمنات عندما يصبح الرجل فجأة هادئا. عندما تستمع المرأة إلى امرأة أخرى فإنها تستمر في طمأنة المتحدثة بأنها تستمع وإنها حريصة عليها، وعندما تتوقف المتحدثة برها تقوم الأنثى المستمعة بجريزتها بطمأنة المتحدثة بإحداث استجابات طمئنية مثل أوه يلا. ودون هذه الاستجابات الطمئنية يمكن أن يكون صمت الرجل مخيفا جدا، وعن طريق فهم كهف الرجل تستطيع النساء أن يتعلمن تأويل صمت الرجل بطريقة صحيحة وأن يستجابون له. وبس كده، دي كانت حلقة النهاردة. لو عجبتكم الحلقة دوسوا لايك واشتركوا في القناة لو مش مشتركين علشان نوصل في أقرب وقت ممكن ل 600 سبسكرايبر، وكمان شاركوني في قسم التعليقات عجبتكم الحلقة ولا لأ، ولو بتشوفوني من على الفيس فياريت تعملوا متابعة للصفحة وكمان تعملوا رياكت للفيديو وتشاركوني في قسم التعليقات عجبتكم الحلقة ولا لأ. وبس كده، كان معكم مونيكا حسام من قناة اقرأ مع مونيكا. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.